فيلم قديم شوية، السبعينات. هو فيلم اسمه بئر الحنة. انا اعرف اسمه بس ما شفتوش الحقيقه. لا، فايتك كتير. هشوف بص هشوف. بقى، ده واحد من أجمل الأفلام برضو اللي أنا بحبها، بطولة سعاد حسني. امم. تمام. آه، ومحمود المليجي. آه، الفيلم بيتكلم عن الشخصية اللي هي عندها انفصام في الشخصية، اللي هي اه. شخصية سعاد حسني. هي الصبح بتشتغل. مش فاكر برضو، لان انا شفت الفيلم من فتره، مش فاكر كانت مدرسه او حاجه زي كده او موظفه، يعني هي انسانه عاديه محترمه، بتلبس لبس محترم، تمام. حياتها عاديه جدا، مرتبطه بشاب بتحبه، اللي هي لا العادي يعني. امم. تمام. بسبب الانفصام اللي في الشخصيه اللي عندها ده، نتيجه حاجات نفسيه وحاجات حصلت لها في حياتها، بالليل بتتحول لشخصيه تانية خالص. امم. بنت جريئه، تكاد تكون تقدر تقول فتاة ليل يعني. بتتعرف على ناس كده من الشارع وتعمل معاهم علاقات، ومش عارف ايه. لا، فيلم جريء ده كان فيلم جريء جدا في وقته. وبجد من الافلام اللي في الوقت ده ما كانتش اتعمل زيها كتير في السينما في اه. الوقت ده. وسعاد حسني من افضل اداءاتها التمثيليه، وعلى المستوى الشكلي هو كمان. الفيلم ابيض واسود ولا الوان؟ الوان، لا الوان. الوان سبعينات، هاي اه. الوان. فيلم جميل جدا. وعلى المستوى الجرأة، كسعاد حسني بقى، كشكلا كمان. لا، كانت زي القمر. يعني لا، كانت جميله جدا جدا في الفيلم ده يعني. فده برضو من الافلام الجريئه ربنا اللي انا يرحمه. بحبها، وبرضو من الافلام اللي تناولت فكره المرض النفسي بشكل جريء يعني. ايوه.